سلام، كنتمنى تكونوا بخير على خير ومرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم غادي نحضر معكم بانكيك بطريقة سهلة وسريعة. بيضة واحدة غادي تخرج لنا كمية كبيرة في أسرع وقت. تحضروه للكوتي أو للفطور. إلا مهتمين بالوصفة ديروا لي لايك ويلا ندوزو للمقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للوصفة غادي نحتاج بيضة واحدة، غنضيف عليها قبيصة ديال الملحة وساشي اولا كيس واحد ديال الفاني، وغادي نضيف 4 المعالق ديال السكر سنيدة. غنخلط مزيان هاد المكونات غير بالضراب اليدوي، وغادي نضيف كذلك واحد 4 كاس ديال الزيت النباتية، وممكن ديروا 2 معالق ديال الزبدة اللي تكون مذوبة. كنخلطوا كذلك هاد المكونات وغادي نبدا نضيف الحليب. عندي هنايا كاس ونص ديال الحليب. من بعد ما غادي نضيف الحليب غادي نخلط كذلك المقادير، وغادي نبدا نضيف الدقيق تدريجيا. احتاج لي هنايا تقريبا واحد 2 كيسان ونص ديال الدقيق، كل واحد على حسب النوعيه ديال الدقيق اللي عنده. ممكن يحتاج معكم حتى ل3 ديال الكيسان ديال العنبه ديال الدقيق. بالنسبه للدقيق عندي مغربل مسبقا. مع الدقيق انا كنخلط هاد المقادير، وكنضيف الدقيق ونضيف معاه واحد كيس واحد ديال الخميره ديال الحلويات، فقط كيس واحد. نبقى نخلط مزيان يعني في هذه المرحله. من بعد ما نضيف الدقيق والخميره ديال الحلويات غادي نبدا نخلط مزيان مزيان هاد الخليط ديال البانكيك. مهم بزاف اننا نخلطو مزيان باش ما يبقاش الطحين محبب لنا اولا مكور في هاد الوصفه ديال البانكيك. من بعد ما غادي نخلطو مزيان غادي نخليه واحد المده ديال 20 دقيقه يرتاح. نغطيه بواحد البلاستيك غطائي ونخليه لمده ديال 20 دقيقه من الاحسن باش يرتاح لكم وتكون النتيجه مزيانه بزاف. تما خليت البانكيك يرتاح لمده ديال 20 دقيقه. غادي تشوفوا كيفاش ولا يعني هكا القوام ديالو. كيكون القوام على شكل ديال الكيك. صافي هنا خديت المقله ديال اللي ما كتلصقش معاكم بحال المقله ديال البغرير، وغادي نخليها تسخن واحد شويه ماشي مده طويله، وغادي نبدا نطيب فيها هاد البانكيك. كديروا القدر اللي بغيتو
الحجم اللي بغيتو. بالنسبه للحجم الكبير ديال البانكيك فضلت انني نحشوه هكا بالشوكولا، ودرت عليه يعني الكميه ديال البانكيك ديال الخلطه ديال البانكيك باش هكا كنغطي هاد الشكلاط كما موضح في الفيديو. وبالنسبه للطريقه ديال الطياب غادي نخليه حتى ينشف لي من الفوق، نحس فيه بلا نشف وبقى كيدير الثقوب اللي هي كبيره. غادي نقلبو صافي يكون تحمر لنا من التحت، ونخليه عاود واحد المده اللي هي قليله كيكون طايب معنا دغيا كيطيب. بالنسبه ما بين كل تطيبه وتطيبه ديال البانكيك نبردو شويه المقله بالماء من الروبيني يعني يكون بارد، ونعاودو نخويو الخليط ديال البانكيك وبقاو مستمرين بنفس الطريقه حتى كنطيبوا كاع البانكيك اللي عندنا، يعني حتى كنكملوا الخليط. بالنسبه اللي بغا يديروا صغارين يعني الحجم الصغار اللي كيجي زوين بزاف كيسهل علينا المأموريه، كنديروا الخليط في واحد القرعه ديال لاصوص ديال لي صوص خاصه بلي صوص كتكون متقوبه من الفوق، كنديروا فيها الخليط وكنبداو هكا كنديروا الشكل يعني الحجم اللي بغينا. يعني كنكونوا متحكمين في السائل شحال غادي نكبو، وغادي نبقاو مستمرين بنفس الطريقه حتى كنكملوا الخليط ديال البانكيك اللي عندنا. وكتكون هذه النتيجة النهائية ديال الوصفة اللي حضرت معكم اليوم. كيجي بانكيك ناجح 100% بكمية كما كتشوفوا اللي هي كتيرة بزاف، بيضة وحدة يعني مقادير قليلة واقتصادية، كتحضروا واحد الكمية اللي هي كبيرة كيجيكم بانكيك خفيف رطب وشيش. كنتمنى تجربوا الوصفة، تخليو لي لايك وتشتركوا في القناة بطبيعة الحال الى عجبكم المحتوى، وتفعلوا زر الجرس باش هكا يوصلكم اي جديد حطيته على القناة. نخليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. بسلامة.